برنامج أشنا هو سؤالك. واش الكتاب ديال النصارى بالصح كلام الله؟ السؤال اللي خاصنا نوجهه لنفوسنا هو كيفاش يمكن لنا نتأكدوا بأن الكتاب المقدس هو بالصح كلام ديال الله وماشي غير كتاب زوين ومفيد. أجيو نقراو مجموعين سفر تيموثاوس الثانية أصحاح 3 والعدد من 15 إلى 17، وفيها يقول: وكتاب الله كله جاب الوحي من عند الله ونافع للتعليم والتنبيه والتصحيح والتأديب في داكشي اللي كيرضي الله، باش يكون راجل الله قادر على كل شيء وموجود يدير كل خدمة مزيانة. كاين براهين وحجج من داخل الكتاب تتبين لنا أن الكتاب هو بالصح كلام الله. مثال على هذه الحجج وحدة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس تحتوي على 66 جزء تكتبت في 3 ديال القارات وب3 لغات في مدة 1500 عام، ومن خلال 40 كاتب ومن خلفيات متعددة. بالرغم هذا التنوع والتعدد تلقاو أن الكتاب المقدس متناسق في المضمون والموضوع، بل ما كنلقاو حتى شي تناقضات. واش هذا ماشي دليل بأن الكتاب ديال النصارى مصدر ديالو هو الله، وأن روح الله استخدمت الناس بزاف باش يكتبوا كلمته الإلهية؟ مثال آخر من داخل الكتاب المقدس النبوءات اللي مكتوبة. كل النبوءات اللي مذكورة في الكتاب المقدس هي مكتوبة بالتفصيل والتدقيق، وكل مرة كاين إثباتات على هذه الحقائق راه موجودة. الكتاب المقدس فيه مئات ديال النبوءات اللي مكتوبة بالتفصيل، نبوءات ديال الأمم والمدن والمستقبل البشرية، وبمجيء المسيح على الأرض كاين أكثر من 300 نبوءة مكتوبة بوحديتها في العهد القديم على الولادة والنسب والصلب وحتى القيامة. هاد النبوءات اللي مذكورة بالتفصيل والاستفاضة والإتمام ديالها ما تدل إلا أن الكتاب المقدس بالإيمان مصدره إلهي. أما الدليل الثالث اللي تثبت أن الكتاب المقدس راه مصدر ديالو إلهي هي قوته والسلطة اللي فيه. الكتاب المقدس فيه سلطة وقوة ما موجوداش أي كتاب آخر. هو كتاب تغير حياة الناس بزاف اللي قراوه وسمعوا اش فيه. مدمن المخدرات تحروا من الإدمان، والشواد تخلصوا من العادات ديالهم، والمجرمين تغيرت حياتهم، والكراهية والعداوة تحولت للمسامحة والمحبة. وهذه القوة والسلطة اللي في الكتاب المقدس المنبع ديالها من قوة الله في كلامه. آمين. إذا كانت هذه غير حجاج من داخل الكتاب المقدس تثبت أنه كلام الله، راه كاين حجاج من خارج الكتاب. الحقائق التاريخية المكتوبة في الكتاب المقدس. الأحداث والوقائع التاريخية المكتوبة في الكتاب المقدس كاين إثباتات علمية أنها صحيحة ودقيقة، فهو مرجع تاريخي باش نعرفوا الأحداث في العالم القديم. صحة الموضوعات تدل على صحة التعاليم الدينية المذكورة وتأكد أن هذا الكتاب المقدس كلام الله. شخصيات مدونين الكتاب المقدس. الله استخدم أشخاص بزاف من خلفيات كثيرة باش يكتبوا الكتاب المقدس. دراسة الحياة ديالهم وتفحص السيرة ديالهم وإخلاصهم وصدقهم وتضحياتهم والمعجزات اللي وقعت لهم هو دليل قاطع على أن الكتاب المقدس كلام الله. عدم القدرة على تضمين الكتاب المقدس. الكتاب المقدس تعرض لبزاف الهجمات والمحاولات للتشويش عليه من علماء واتجاهات سياسية، لكن بقى قوي ومؤثر حتى لهذا اليوم. هو أكثر الكتب انتشارا وتوزيعا في العالم. تقول السيد المسيح: راه السماء والأرض غيفناو ولكن كلامي عمره ما غيفنا، في مرقس أصحاح 13 والعدد 31. نعم، الكتاب المقدس هو حقا كلمة الله. أختي وخويا، إلا كنتي باغي تعرف أكثر على السيد المسيح ممكن تتصل بنا على الرقم الهاتفي الآتي 06 42 83 33 22.